هذا غناخدو منه غير واحد القياس جبن طري كريمه وغنزينو بالشوكولا. تبارك مودع البركات فيه، فليس لفضله أبدا قصور، فمن بركاته عقل سليم ورأي صائب فكر منير. السلام عليكم. ها انتم البنات، اليوم غادي نحضروا تيراميسو، واحد الوصفه اللي هي اقتصاديه وزوينه. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو. هذا غناخدو منه غير واحد القياس جبن طري، وغادي نزينو بهاد البودر ديال الشوكولا والقهوه اللي غادي نغمسو فيها هاد لي بودوار. هادو هما المكونات. ها انتما باش تسكرينيهم. انا كنت خديت هذا من بيم، ولكن ما غاديش يكفيني. كنت خديت جوج من هادو، هادي وهادي. ساعه هذا تحل تستعمل منه، وما يعني ما غاديش يكفيني. لهذا غادي خديت هذه الباكيه هذه. انا غادي نقول لكم شحال فيها 400 غرام. فهذه كيخصها تكون بارده، وهذا يعني هادو هاد المكونات كاملين خصهم يكونوا باردين. واحد البول اللي غادي نخدم فيها. اذا هنايا غادي نكمل معكم هكا. غادي نركب الصوت على الفيديو لان كنت كنصور هنايا وكان واحد الضجيج كتير في الزنقه، لهذا غادي نكمل معكم فيديو هكا بالاوديو. فهنايا كيف ما شرحت لكم في الاول ديال الفيديو، فهاد المكونات هادو ضروري انهم يكونوا باردين. يعني هاد الجبن وهذيك الكريمه وهذاك الديسير حتى هو ضروري انهم يكونوا باردين. للاشاره هذاك الديسير ديال الشوكولا ماشي ديال الكراميل، لاني في الفيديو قلت الكراميل. المهم هذوك جوج ديال دوك العلب ديال الديسير ديال الشوكولا. فهنايا عبرت 350 غرام ديال الجبن طري ودرتو في واحد البول. هنايا درت باش غادي نطرب هاد الكريمه. هذه هولالا البنات، البواطه الصغيره راها موجوده عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات. هولالا كريمه حلوه. فكنطرب هاد الكريمه مزيان، وكنعاود ناكد لكم انها خصها تكون بارده. فكنطربها هكا بالباطور حتى كتحصلوا على هاد القوام هذا، ما يكونش قاصح بزاف وما تكونش جاريه. فهنايا غادي ناخذ هاد الكريمه هذه، غادي نضيفها على الجبن. هذاك الجبن اللي في ديك الطاسه خديت منه 350 غرام، يعني تقريبا 5 ديال المعالق كبار. غير حسبوهم لانني واخا قطعت في الفيديو راه باينين، يعني حسبوا العدد ديال المعلقات اللي درت ديال الجبن. فطربتهم مع الكريمه وزدت هذا الديسير ديال الشوكولا وعاود طربته، وزدت كذلك البواطه الثانيه، يعني جوج دوك الكيسان، جوج ديال دوك الكيسان ديال داك الديسير ديال الشوكولا، وخدمتهم مع بعضياتهم حتى حصلت على هذه الكريمه هكا. ها انتم شوفوا راها كتجي شاده في راسها، ماشي قاصحه واقفه بزاف، ولكن ها انتم كتجي رطبه وبنينه. فما تضيفوش السكر لان الديسير حلو، وكذلك الكريمه ولا راها حلوه. فخديت هاد الباكيه الكبيره هذه ديال هاد لي بسكوي، فيها 4 ديال سميتو ديال الساشيات. فهنايا المقطع الاول فما تصورش ليا، غير كتاخذوا دوك لي بسكوي ها نتوما بهذا الشكل، كتغمسوهم هكذا في القهوه، فكيجي منكه بالنكهه ديال القهوه. ها نتوما كتدوزوا هاد لي بسكوي وكتستفوهم في سميتو في المول بحال هذا الشكل، وكتغطيو بالكريمه. يعني انا هنايا درت طبقه ديال لي بسكوي ودرت طبقه ديال الكريمه، وعاودت هنايا الطبقه الثانيه ديال هاد لي بسكوي
كتاخذوا هذاك البسكوي كيف ما كتشوفوا معايا، كدوزوه في القهوه. اللي ما بغاش يدير القهوه فكديروا الحليب. مره اخرى ان شاء الله نحضر معكم هذا التيراميسو بالنكهه ديال الحامض. فان شاء الله تعالى اللي كتشوف القناه دير لايك باش واشتراك باش يوصلكم ان شاء الله اي فيديو حطيته. فهنايا هذه هي الطبقه الثالثه. فكندوز دوك لي بسكوي في القهوه. هذه قهوه معصره، تقدروا ديروا قهوه سريعه الذوبان، نيسكافيه او سامر، المهم اللي كان. وكتضيفوا عليها الماء طايب وكتدوزوا فيها هاد لي بسكوي بهذه الطريقه. كتستفوهم بهذا الشكل على حسب المول ديالكم. ماشي ضروري ديروا مول ديال الدجاج، تقدروا ديروا اي مول هكذا. وكنغطيو بالكريمه. هذه راه واحد الكميه اللي ما شاء الله كبيره. فبالنسبه لينا حنايا 4 ديال الافراد، فبقى عندنا هذا يومين في الثلاجه ما كتوقع ليه حتى حاجه. فهانتوما كنعاود ندير الطبقه الاخيره ديال الكريمه، وكنقاد ليها الوجه ديالها بهذيك ديك السباتولا. بالنسبه للتزيين فكندردروا عليها الكاكاو. انا استعملت هاد الساشيات وهذا، وخديت هاد الفريشيطه هكا ومعلقه، درت هكا غير باش نديكوري وصافي، ما بغيتوش ما ديروش. المهم درت فريشيطه ومعلقه هكا، وخديت هادوك الساشيات غير هكا دردرتهم فوق من الوجه ديال التيراميسو. استعملوا الكاكاو يكون مسوس، يعني كاكاو مور، كيجي زوين، كيجي واحد التجانس زوين مع التيراميسو. لان التيراميسو حلو، الكريمه حلوه، الديسير ديال الشوكولا اللي استعملنا كذلك حلو، والبسكويت حتى هو حلو. يعني منين كنستعملوا هذا الكاكاو هكا مور فكيجي واحد التجانس وواحد المذاق اللي هو زوين في التيراميسو. هكا فصافي. منين زينت ليه هكا الوجه ديالها، غطيته كامل بالبودر ديال الكاكاو، كندخلوها للثلاجه. كتجلس واحد 4 ولا 5 ولا 6 ديال السوايع، المهم على حسب الثلاجه ديالكم. المهم تيخصو يكون بارد مزيان. وهذا صافي، وكتقدموه بالصحه والراحه. ها نتوما كيجي طبقات، وكيجي صراحه لذيذ وبنين ومبرد. هنايا ما عرفتش شكون اللي كان كيصور، واش انا اللي صورت، والله ما بقيت عاقله. المهم راه كيجي غزال. ها نتوما هذا النهار الثاني، لان ما شاء الله كيف قلت لكم الكميه كانت كبيره بالنسبه للاربعه ديال الاشخاص. فخليناه النهار الاول كليناه هكا كرطيطب وبارد وزوين. هنايا بغاو وليداتي ياخذوه، يعني ياكلوه على شكل كلاص، فدخلوه المجمد. ها نتوما كتبان لكم واحد الطبقه هكا بيضاء تكونت ديال الثلج. ولكن نصحكم انكم ما ديروش في المجمد، يعني فاش كيكون رطب هكا وطري كيجي زوين. والناس عاوتاني اذواق، وليداتي يعجبهم على شكل كلاص. قلت لهم دابا نصوب لكم لا كلاص. هذا راه تيراميسو تياكلها تيتكل هكا، يعني خفيف ورطيطب، ما تيتكلش مجمد. المهم كي قلت لكم الناس اذواق. ان شاء الله تعالى نصاوب لهم الكلاص وغادي نشاركوا معكم. فهكا كتكون الوصفه ديالي. نتمنى تكون عجبتكم، وشكرا لكم على المتابعه ومع السلامه.